ازيك عامل ايه؟ فاضي؟ تعالى. فيلم النهارده انتاج السنه دي 2024، وبيبدا الفيلم بزعيم عصابه اسمه سيروس، وبيكون هنا في مزاد عالمي على لوحه فنيه نادره جدا. المزاد ده بيتعمل في اسبانيا لكن اللوحه موجوده في لندن. بيظهر هنا اتنين من فريق سيروس موجودين في لندن علشان يسرقوا اللوحه، بيكون واحد اسمه لوك والتاني اسمه ماجنوس. سيروس هنا بيتواصل معاهم وبيتأكد إن لوك مستني في القارب بتاعه لحد ما ماجنوس يسرق اللوحة من الخزنة. وفي مكان تاني هنا بيكون في محققة من الانتربول اسمها آبي بتراقب كل اللي بيحصل لأن عندها معلومات بعملية السرقة اللي هينفذها سيروس، اللي بيكون هنا في المزاد وعمال يزيد على سعر اللوحة. بيكون هنا في شخص اسمه مولي بيزاد قدامه في السعر، لكن سيروس بقى بيزود المبلغ لحد ما يوصله ل 20 مليون دولار، وفي النهاية بيتم إعلان بيع اللوحة لسيروس. في نفس الوقت ده بتقدر واحدة من عصابة سيروس اسمها من تخترق أنظمة الحماية، ولما بتشغل جهاز الإنذار بيحصل فوضى في المكان كله، وساعتها بيتم وقف عملية البيع. سيروس بقى بيستغل الفوضى دي وبيروح لصاحب اللوحة وبيقول إن هو دفع 20 مليون دولار لكنه لسه مستلمش اللوحة، وساعتها سيروس بيقدر يقنع صاحب اللوحة إن هو يروح معاه في رحلة على اليخت بتاعه لحد ما يتم تسليم اللوحة. وفي لندن هنا بيوصل ماجنوس للخزنة اللي فيها اللوحة، بيقدر يفتحها وبعد ما يسرقها بيحطها في انبوب معدني، وبعد كده بيرميها اللوك اللي بياخدها وبيهرب بيها بسرعه. نروح بقى لاسبانيا، بيكون فيها واحده من عصابه سيروس اسمها كاميلا مستنياهم في القارب. في نفس الوقت ده ابي الشرطيه بتقتحم المتحف، بتفضل تدور على سيروس وعصابته لحد ما بتشوفهم فعلا بيهربوا بالقارب، فبتركب هي كمان قارب وبتطلع وراهم على طول. لكن كاميلا بقى شكلها بنت مقطعه وسواقه ماهره، وابي هنا للاسف مش بتقدر تحصلهم. وبعد ما يوصل سيروس واللي معاه لليخت بيقول لصاحب اللوحه ان هو قدر يبيعها في السوق السوداء ب 89 مليون دولار، وبيقول له كمان ان عمليه البيع اللي تمت دي مزيفه بالكامل، وانه كمان قدر يسرق اللوحه من لندن. بس مش فاضل غير الرموز الخاصه بتقنيه ال NFT اللي موجوده على اللوحه، هو بيعرض عليه بعدها مبلغ 40 مليون دولار مقابل الرموز دي. وبعد ما الصفقه تتم بيسهروا شويه مع بعض. تاني يوم بقى ابي بتكون في مقر الانتربول، لما بتقابل رئيسها اللي اسمه هيكسلي بتتفاجئ من طلبه لانه عايزها تقابل سيروس وتقنعه ان هو يشارك معاهم في مهمه من مهمات الانتربول، ولو وافق والمهمه تمت بنجاح هيتم اسقاط التهم عنه هو ورجالته كمان. بعدها بيبدا يشرح لها المهمه اللي بتكون عباره عن سرقه ذهب بيخص رجل اعمال اسمه لارس، وبيرجع يقول لها ان الذهب ده هيتنقل في طياره من لندن لمدينه زيورخ في سويسرا، وده هيحصل علشان هيسلمها لعصابه ارهابيه من الهاكرز. والموضوع ده بقى خطير جدا، خصوصا ان هو اتفق معاهم انهم يخترقوا كل انظمه البنيه التحتيه في مدينه من مدن اوروبا، وساعتها يقدروا يتحكموا في انظمه التحكم بتاعه الميه وهيغرقوا المدينه بالكامل. وساعتها لارس هيقدر يتحكم في البورصه وفي اسعار الاسهم وهيكسب مليارات الدولارات من الموضوع ده. لكن بعد كل الكلام ده بقى ابي بتعترض ان هم يتعاونوا مع سيروس، لكن هيكس بقى بيفهمها ان هم ما عندهمش حل تاني، خصوصا بقى ان الانتربول بقى له فتره بيراقب لارس ومش قادرين يمسكوا اي دليل ضده، ومفيش قدامهم حل غير انهم يبوظوا صفقه لارس مع عصابه الهاكرز باي ثمن وباي وسيله. المهم بعد ما ابي تقتنع بكلامه بتروح لسيروس بالليل في بيته وتعرض عليه الموضوع، وبنعرف هنا ان ابي كانت الجيرل فريند بتاعت سيروس، بس الكلام ده كان من زمان وساعتها ما كانتش تعرف ان هو زعيم عصابه اجراميه ولا حاجه، فهو كان بيستغلها علشان ينفذ واحده من عمليات السرقه اللي حصلت. المهم بعد ما تقول على المهمه المطلوبه بيوافق، لكن بشرط ان هي تشارك معاه في المهمه. وتاني يوم على طول سيروس بيقابل العصابة وبيعرض عليهم المهمة، وبالرغم من صعوبة المهمة عزيزي إلا إنهم بيوافقوا طبعا. بعدها أبي بقى بتبدأ تشرح لهم تفاصيل المهمة، وبتقول لهم إن لارس هينقل الذهب في طيارة خاصة، وإن هما بقى لازم يسرقوا الذهب ده قبل ما يوصل لعصابة الهاكرز. هما بعد ما عرفوا اللي هيتم سيروس وزمايله بعدها بيحطوا خطتهم وبيقرروا إن هما يسرقوا الطيارة بقى كلها اللي هتنقل الذهب، وده بقى هيتم من خلال استخدام طيارة تانية هتطير بيها كاملة تحت الطيارة اللي بتنقل الذهب. وهم بقى في نفس اللحظة دي هيخترقوا أنظمة المراقبة علشان يخفوا طيارتهم من على شاشات المراقبة الجوية، وبعدها هيحولوا مسار الطيارة اللي بتنقل الذهب علشان تهبط في مطار خاص تابع ليهم. وبمجرد ما توصل الطيارة للمطار هيفتح ماجنس خزنة الطيارة وهيسرق الذهب، وبعد كده ينقلوه بالطيارة بتاعتهم. وبعد ما خططوا بيروح سيروس لرجل الاعمال اللي كان قدامه في المزاد وبيعرض عليه انه يشتري طيارته الخاصه، بس مولي بيقوله ان هي غاليه جدا لانه عامل فيها تعديلات كتيره وحاطط فيها امكانيات اضافيه كمان، زي ان جسم الطياره مليان شاشات بيقدر يعرض عليها اي حاجه هو عايزها. هنا بقى بينصدم لما بيعرف ان ابي من الانتربول وان هو كده اعترف قدامها بمخالفته للقانون الدولي للطيران، لانه طبعا الاضافات اللي عملها بطيارته دي بدون تصريح حكومي، وبالتالي هي عندها الحق والسلطه انها تقبض عليه وكمان تصدر الطياره. لكن هي بتقوله بقى ان هي تكتفي ان هي تصدر الطياره بس ومش هتقبض عليه، وبكده يكونوا نجحوا في اول خطوه. بعد ما بياخدوها على مقرهم السري بيبداوا يعملوا بقى فيها تعديلات علشان تناسب مهمتهم، زي ان هم يحطوا عليها معدن معين والمعدن ده بيساعدها على عدم ظهورها في اجهزه الرادار.
بعدها بيلزقوا في جسم الطيارة عدد كبير من الكاميرات، وده علشان تساعد كاملة أثناء قيادتها للطيارة وتكون الرؤية كاملة بالنسبة لها. بعدها أبي بتروح تقابل واحد من أصدقائها اسمه هاري، بيشتغل في برج المراقبة الجوية لمطار زيورخ. بتتفق معاه إنه يضل القائد الطيارة اللي هتنقل الذهب ويخليه يغير مساره وينزل بالطيارة في المطار الخاص بيهم، لكن هاري بيعترض على تنفيذ المهمة لأن الموضوع ده ممكن يخسره شغله. لكن أول ما سيروس بيعرض عليه $1,000,000 في مقابل المساعدة على طول بيوافق، ولما بيجي يوم تنفيذ العملية بيركبوا الطيارة اللي هتنقل الذهب. بيلاحظ سيروس هنا إن في مجموعة من رجالة لارس موجودين على الطيارة، وده طبعا علشان يحموا سباك الذهب اللي في الخزنة. بعدها سيروس بيتواصل مع فريقه وبيتأكد إن كل واحد جاهز وفي مكانه، لكنه هنا بقى بينصدم لما يعرف إن لوك مركبش معاهم الطيارة، وده لأنه غير رأيه وقرر إنه مش هيشارك معاهم في المهمة. فبتقرر أبي هنا تقوم بدور لوك في العملية. نروح لكاميلا اللي بتكون في الطيارة التانية وطايرة وراهم، وبعد شوية لما تقرب طيارة الذهب من مطار زيورخ، سيروس على طول بيدي أوامر للفريق إنهم يتحركوا، وعلى طول ماجنوس بيتحرك عند خزنة الطيارة وبيبدأ يفك شفرة القفل بتاعها. وأبي هي كمان بتروح الحمام وبتجمع جهاز التشويش على الإشارة علشان تخفي طيارة كاميلا، بس الجهاز بيقع منها على الأرض، فهي على طول بتحاول تجمعه بسرعة. في اللحظة دي بقى سيروس بيقلق عليها لأن هي فعلا اتأخرت، فبيروح لها على طول وبيساعدها في تجميع الجهاز. وهنا بقى كاميلا بتقدر تطير تحت طيارة الذهب بنفس سرعتها، ومن هنا بتتواصل مع هاري في برج المراقبة علشان يدي تعليمات لكابتن الطيارة وينزله في المطار الخاص بيهم. هاري بعدها بيتواصل مع كابتن الطيارة وبيعرفوا إن في ظرف طارئ حصل في مطار زيورخ، وبيبعت له بعدها إحداثيات المطار الخاص بيهم. سيروس وأبي هنا لما بيخرجوا من الحمام واحد من رجالة لارس بيشك فيهم. في نفس اللحظة دي المضيفة بتعلن إن هم هينزلوا في مطار تاني لدواعي أمنية. هنا بقى رجالة لارس بيفهموا ان هما بيتعرضوا لعملية سرقة. على طول كل واحد فيهم بيطلع مسدسه وبيبدأوا يهددوا المضيفة علشان تبلغ كابتن الطيارة ان هو لازم يكمل لمطار زيورخ، لكن سيروس على طول بقى بيهجم عليه، وفي نفس الوقت ده بتهاجم ابي على الراجل التاني. بتدور بينهم المعركة، لكن في النهاية ابي وسيروس بيقدروا يسيطروا عليهم. ولما بيتحركوا ناحية خزنة الطيارة فجأة بيظهر كورماك مساعد لارس، وعلى طول بيرفع عليهم السلاح، لكن في اللحظة دي الطيارة بتهبط على المطار الخاص. المدرج بيكون عليه تلج فبتفقد الطيارة توازنها. في نفس الوقت ده كاملة بتهبط بالطيارة التانية على نفس المدرج وبتقف ورا طيارة الذهب. وفي نفس الوقت ده جوه الطيارة كورماك وباقي رجالة لارس بيقدروا يقبضوا على سيروس وأبي وماجنوس. بعدها كورماك بيتصل بلارس وبيحكي له كل اللي حصل، ولارس بعدها بيأمر انه يتحرك بالطيارة فورا على بيته في ايطاليا. بعد طبعا ما الخطة كشفت، كورماك ورجالته بياخدوا سيروس وباقي زمايله وبيروحوا على طيارة كاملة، بيوجه سلاحه ناحيتها وبيأمرها تطلع للطيران في اتجاه ايطاليا، لكن كاملة بتقوله ان الطيارة مش هتستحمل الحمولة دي كلها. فبيأمر كورماك واحد من رجالته انه ياخد ماجنوس لمكان بعيد ويقتله، وبعدها بيقول لها اظن كده الحمولة خفت، ولو عايزة تخف الحمولة اكتر هو ممكن يقتل بقى زمايلها كلهم. هنا كاملة بقى بتضطر تركب الطيارة وتنفذ كلامه. في الوقت ده هيكس بيعرف اللي حصل وان رجالة لارس سيطروا على الطيارة، فبيدي أوامر للمساعد بتاعه بالبحث عن الطيارة والذهب فورا. بعد شوية بنشوف كاملة وهي بتتحرك بالطيارة في اتجاه بيت لارس في ايطاليا. اثناء الطيران هنا بتيجي لكاملة فكرة ذكية، وهي انها تزود سرعة الطيارة وتميل بيها فجأة، وده علشان تتخلص من المعادن اللي ملزوقة عليها، وبكده الطيارة تظهر على أجهزة الرادار والانتربول هيعرف مكانها. وفعلا الخطة بتنجح والطيارة بتظهر على الرادار. أول ما هيكس يشوفها بيتصل بالقوات الجوية وبيبلغ ان دي طيارة عليها إرهابيين، وبيطلب منهم انهم يفجروا الطيارة في الجو. وبيظهر بقى ان هيكس مش مهتم بأي حاجة غير ان الدهب ما يوصلش للارس. نرجع لماجنوس اللي لسه ما ماتش وبيقدر يتخلص من الراجل اللي كان هيقتله. نروح بقى لإيطاليا، ولارس هنا بيستقبل زعيمة عصابة الهاكرز وبيعتذر لها عن التأخير لأن الخطة حصل فيها بس بعض التعديلات، بس هو بيطمنها إن الطيارة اللي عليها الذهب خلاص على وشك الوصول. لكن كاملة هنا بقى بتتصدم لما بتلاقي طيارات مقاتلة بيحذروها وبيطلبوا منها تستسلم فورا، وإن ده لو ما حصلش في خلال 60 ثانية هيفجروا الطيارة. لكن كورماك بيمنع كاملة من إن هي تتواصل مع الطيارين وبيطلب منها تزود سرعتها وتكمل في طريقها. أبي وسيروس هنا بيستغلوا انشغاله وبيهجموا عليه. أبي هنا بتقدر تستخدم جهاز التحكم وبتكتب على جسم الطيارة رسالة بتقول فيها إن في مدنيين هنا على الطيارة، وكاملة هي كمان بتساعدها وبتلف علشان الطيارات المقاتلة تشوف الرسالة، وفعلا بمجرد ما يشوفوا الرسالة بيلغوا المهمة. ساعتها كاملة بتشغل الطيار الآلي وبتهجم على واحد كمان من رجالة لارس، لكن هنا بقى الطيارة بتفقد التوازن وبتتجه ناحية الأرض. بس في اللحظة دي أبي بتلاحظ إن كورماك موجود عند باب الطيارة، فبتستخدم جهاز التحكم وبتفتح الباب.
بعدها سايروس وابي بيروحوا لكابينة القيادة علشان يطمنوا على كاميلا. بيكتشفوا ان هي اتصابت في ايديها ومش هتقدر تتحكم في الطيارة. سايروس على طول بيقعد على كرسي القيادة وبيقدر يحافظ على توازن الطيارة. وبعد شوية بتكون الطيارة وصلت عند بيت لارس، وكامل هنا بتدي تعليمات الهبوط لسايروس، لكن هو بيهبط بالطيارة بطريقة سريعة وبيكون خلاص على وشك انه يخبط في بيت لارس اللي على طول بيجري هو ورجالته ناحية الطيارة. بيمسك سلاحه وبيهددهم بيه، لكن هنا بقى زعيمة الهاكرز بتقرر ان هي تلغي المهمة لان جات لها معلومات ان الانتربول عارف كل حاجة. لكن لارس هنا بيحاول يفهمها ان هو مسيطر على الوضع، بس هي لما بتصمم على رأيها بيضربها برصاصه وبيقتلها. وبعدها على طول بتوصل القوات الإيطالية للمكان وبيرفعوا أسلحتهم ضد لارس، لكن لارس هنا بيقول لهم ان ده بيته وان سايروس واللي معاه اقتحموا البيت وقتل واحدة من ضيوفه. بس سايروس بقى بيطلع اذكى منه وبيشغل الكاميرات اللي على جسم الطيارة وبتكون مسجلة كل حاجة حصلت. قوات الشرطة طبعا لما بتشوف التسجيل بيقبض عليه هو ورجالته. بعدها هيكس بيجي بطيارة هليكوبتر، وابي هنا بتعرف من زمايلها ان هيكس هو اللي طلب من القوات الجوية يفجروا الطيارة، فبتروح له على طول تضربه وبتديله الشارة بتاعتها وبتقوله ان هي مستقيلة من الشغل ده. وبعدها بتروح لسايروس وكاميلا وبتركب معاهم القارب وبيمشوا كلهم من المكان. وبعد اسبوع بنشوف سايروس هنا في عربيته الفخمه وهو مع ابي، وبيفاجئها ان الذهب اللي الحكومه صدرته من طياره لارس مزيف، وان هو قادر يسرق الذهب الحقيقي، وماجنوس قادر يبدل الشحنتين وحط الشحنه المزيفه في خزنه الطياره. وساعتها لوك استقبلها وشالها في مكان ما يخطرش على بال حد. بعدها بياخدها لمكان معين قدام النهر وبياخد جهاز التحكم من لوك بيديه لابي، اللي اول ما تدوس على الزرار بتطلع شحنه الذهب من تحت الميه. طبعا سايروس وابي وباقي زمايلهم بيفرحوا جدا، وانا كمان والله العظيم برضو فرحت، بس بصراحة هفرح أكتر لما ترزع لايك المتين. علينا الحضور وعليكم المرور. أشوفك الفيلم الجاي على خير إن شاء الله.